بعد معاناة كبيرة استخدمت فيها كل الأدوات دي كلها علشان أفتح علبة السمنة دي. ليه؟ لو كنتوا فاكرين ثواني، قبل كده قلت ان انا نفسي قوي ان انا الاقي صاجة علشان اشوي عليها كفتة، لان طعمها بيبقى تحفة تحفة تحفة. وطبعا انا هتكسف يعني ان انا اروح اقول للراجل مش عارف ايه عايزة ايه. ف بقى عندي علبة، فقلت بقى ايه لازم ان انا افتحها. فطبعا بقى قعدت بقى هبد ورزع ومش عارف ايه وبشوية، اللي هي زي دي بس القصافة اللي هي زي كده، والمقص ده اللي كانت جايبه لي ضحى، وكل الليلة دي في الاخر الحمد لله اتفتحت. ف بسم الله طبعا ايه. انا دلوقتي هتنيها، ان انا المفروض ان انا اتني الحواف اللي هي الحامية دي، والجزء ده هو اللي هيلمس النار، وانما الجزء اللي هو اللي انا مدارياه ده هو اللي المفروض ان الشوي يكون عليه. فاهمين قصدي ازاي؟ فانا اتمنى تكون ان الفكرة اللي انا عملتها دي فعلا زي بتاعت زمان، وياخد طعم الشوي اللي هو اقسم بالله حرفيا انت اكنك شاوية الكفتة على الفحم، معرفش ازاي. اول حاجه كده عملتها ان انا نشفتها كويس جدا جدا من اي ميه. انا كنت ناويه في الاول اعملها بالنص كده الاتنين على بعض كده، واتنيها واقفلها، يعني فاهمين قصدي ازاي، عشان تبقى نوعا ما سميكه. بس بصراحه ما نفعتش، فقلت لا ما بدهاش بقى، رحت قصيتها كده. هي بتاخد غلبه شويه، ما يغركوش ان هي سريعه كده، لا هي مش سهله خالص. بس اهم حاجه وانت بتعمليها خلي بالك من ايدك. فانا بقى دلوقتي بعد لما قصيتها هحاول كده ان انا اتني، يعني انا حرفيا اتشليت وانا وانا بعملها، بس لاجل طعم الاكل منها يهون تهون اي حاجه، تهون اي حاجه حرفيا. طول بقى ما انا بعمل فيها عمال اقول يا رب ما تعور، يا رب ما تعور، انا خايفه. فطبعا لو ما عندكيش الاداه دي اللي هي مش عارفه اسمها ايه، الكماشه، عادي اتني كده. وده انا اصلا هنا بعد لما انهارت طبعا، لان الكماشه دي رزله قوي في المعامله. فقلت لا ما بديهاش بقى، رحت جبت ايد الهون وتك تك تك تك، خليتها فله فله. اهم حاجه تتني الجوانب كلها، الاطراف كلها، تتنيها من الناحيه دي والناحيه دي، الا بقى الطرفين اللي من اللي فوق دول بتبقى انت كده تانياهم ودقهم، بيبقى تمام يعني. بس عامه وانت بتستخدميها خدي بالك. فضلت بقى دق 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 دق، اللي انا كل ده اساسا بما ان هو متسرع وكده فالدنيا سلسه. فهنا حاولت كده ان انا اتني دي كده، كماشة تقرف، بس ما علينا، عملت اهي. بس كده، بصوا بقى بقت عامله ازاي. وفضلت كده برضو ان انا ادقدق اللي هي الاطراف اللي هي مفتوح منها. بصوا بقى شكلها تحفه. طبعا بقى الجيل القديم اللي زي حالاتي هيعرف قد ايه، قد ايه الاكل منها طعمه حلو. الا وهي اي بقى اي حاجه مشويه، اي حاجه مشويه عليها بتبقى تحفه تحفه تحفه. طبعا التانية برضو عملتها نفس الحوار، تنيت برضو دقيت. بسم الله. فطول بقى ما انا عماله اعمل فيها بسم الله بسم الله. طبعا بقى تقدري تشوي فيها ايه، كفته مشويه، لحمه مشويه شرايح، بانيه مشوي طبعا بقى ومتبل بقى تتبيلتك بقى المتينه اللي انت عايزاها. ما جربتهاش بصراحه في شوي لحمه فراخ قصدي بعظم، ما جربتهاش بس ممكن اجرب ليه لا. يعني ممكن تقريبا يعني حلوه قوي ممكن، ما برضو هجرب في اسمها ايه، الجناحات، بما انها مش بتاخد وقت كتير في السوى. طبعا مع تتبيله محترمه ان هي اللي هي انها تطري العظم، فاللحمه قصدي، هتستوي يعني. فده كده شكلها كده في الاخر. ما تقدروش فرحتي، ما اقدرش ان انا اوصف فرحتي بيها قد ايه. انا مش عارفه اتكلم من كتر ما انا فرحانه. اقسم بالله بصوا انا كان عندي لحمه في الفريزر، نزلتها وفرمتها، واللي هو لا انت دلوقتي هتتجربي دلوقتي حالا. فده كده شكلها. اهم حاجه بس بعد لما تستخدميها وتغسليها تنشفيها كويس جدا جدا جدا، وتحطيها، انا هنا كنت بلعب تقريبا يعني، وتحطيها في مكان ما فيهوش ميه، او في كيس كده وتعلقيها في البلكونه.
منين بقى ما تحتاجيها تجيبيها. طبعا حلوة قوي في شوي السمك، اكيد اكيد. وبالذات السمك الصغنن ده، عارفينه اللي هو البولتي الصغير ده، مش عارفه ليه اسم كده. فاللي حضر الايام دي هتعجبه قوي الفكره دي، اللي هو بصوا هتشتاقوا كده ليها. ففي الوقت دوت بقى ايه، بعد لما خلصت فرمت اللحمه وتبلتها تتبيله يا لهوي. وده كده كنت كده، انا كنت بجرب لكم حته. اقسم بالله جوزي اللي هو بصوا، ايه ده، إيه الطعم ده، ايه الطعم ده، ايه الطعم ده، انا مش قادره مش قادره اقسم بالله. يا لهوي بقى لو كان مثلا ايه، برجر، برجر كده، تتبيله البرجر اللي احنا عارفينها ومشوي عليها، يا حي على الطعم. انا كنت فرحانه قوي قوي ريحتها، اللي هو حاجه مشويه مشويه، انت حرفيا اكنك واقفه قدام بتاعه كده اللي هي بتاعه الفحم، اللي هي الحله دي، وانا مش عارفه اسمها ايه، بتاعه الفحم. حرفيا حرفيا حرفيا، هي بس عيبها الواحد ان هي بتطلع دخان، بتطلع دخان. فمش من الصاجه، الشوي ذات نفسه، علشان توصل لكم بس الفكره. بس انا مبسوطه، فرحانه قوي ان انا عملت حاجه زي كده. فحبيت ان انا اقول لكم الفكره، لو آه، حابين ان انتوا تجربوها، لو حابين ان انتوا تجربوها. بس يا بنات كده كانت فكره الفيديو، واتمنى ان انتوا تجربوها. وطبعا لو كنتي تعرفي اي حد ممكن هو يديكي الصاجه دي عادي. بس كده يا بنات.